شفتي ثعبان في منامك وأنت حامل. قلبك مقبوض وخايفة. ثواني قبل أن تصدقي أي تفسير سلبي. هل تعرفين أن هذه الرؤيا قد تحمل لك بشرى لم تتوقعيها أبداً؟ انتبهي جيداً للفيديو ده. أهلاً وسهلاً بك في قناتك رسائل المنام، حيث نكشف أسرار عالم الأحلام ونقدم لك الدعم الروحي والنفسي. اليوم سنتعمق في واحدة من أكثر الرؤى إثارة للقلق والفضول لدى السيدات الحوامل، وهي تفسير رؤية الثعبان في المنام للمرأة الحامل. هل هو تحذير من شر قادم أم إشارة لخير وفير؟ تابعي معنا لنعرف الإجابة الشافية. وإذا كنت جديدة هنا، لا تنسي الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلك كل رسائلنا الحصرية. يا عزيزتي، عالم الأحلام بحر واسع، ورؤية الثعبان بالأخص تحمل الكثير من الدلالات المتباينة، خصوصاً للمرأة الحامل. بسبب حساسية هذه الفترة وأهميتها، لا يوجد تفسير واحد قاطع، فالسياق وتفاصيل الحلم هي المفتاح. لذلك دعينا نستعرض الجوانب الإيجابية والتحذيرية لهذه الرؤيا. قد تتفاجئين، لكن ظهور الثعبان في منام الحامل قد يكون بشرى خير في بعض الحالات. ففي بعض التأويلات الموروثة يرمز الثعبان إلى القوة والحيوية والخصب، وربما يدل على أن المولود القادم بإذن الله سيكون ذكرا. هذا تأويل شائع، ولكنه ليس قاطعا. كما أن الثعبان الأخضر أو الأبيض في الحلم غالبا ما يشير إلى الشفاء من مرض أو تجاوز صعوبات صحية متعلقة بالحمل، أو حتى الرزق والمال القادم مع المولود. بعض المفسرين يرون فيه رمزاً للحكمة الخفية أو القدرة على التكيف والتغلب على التحديات القادمة. فإذا رأيت الثعبان يبتعد عنك أو كنت تسيطرين عليه في المنام، فهذه إشارة قوية على قدرتك على تجاوز أي خطر أو قلق محتمل. والآن ننتقل إلى الجانب الذي يقلق الكثيرات، وهو الجانب التحذيري لرؤية الثعبان. الثعبان أيضاً، وفي كثير من الثقافات والتفاسير، يمثل العدو الخفي أو الماكر. لذلك قد تكون الرؤيا تنبيهاً لك من شخص حاسد أو حاقد في محيطك يضمر لك الشر أو يغار من حملك وسعادتك، خاصة إذا كان الثعبان أسود أو أصفر اللون أو حاول لدغك أو مهاجمتك. قد تشير الرؤيا أيضاً إلى مخاوف داخلية لدى الحامل نفسها: الخوف من الولادة، القلق على صحة الجنين، أو الخوف من المسؤوليات الجديدة. وفي بعض الأحيان النادرة قد تكون إشارة إلى وجود مشكلة صحية تتطلب الانتباه والفحص. الأهم هنا هو لون الثعبان، حجمه، سلوكه في الحلم، ومشاعرك أنت أثناء الرؤيا وبعدها. ولا ننسى الجانب النفسي. فترة الحمل مليئة بالتغيرات الهرمونية والمشاعر المتضاربة، من الفرح إلى القلق. أحلامنا ما هي إلا انعكاس لعقلنا الباطن ومخاوفنا وآمالنا. فقد تكون رؤية الثعبان مجرد تجسيد لقلقك الطبيعي حول التغيرات الجسدية والنفسية أو الخوف من المجهول. هل الثعبان كان كبيراً أم صغيراً؟ هل كان هادئاً أم عدوانياً؟ هل كنت خائفة أم شجاعة؟ هل قتلت الثعبان؟ كل هذه التفاصيل تغير التأويل كثيراً. تذكري، التفسير يعتمد عليك وعلى حالتك الروحية والنفسية. إذن يا عزيزتي،
رؤية الثعبان في منام الحامل ليست دائماً شرًا، وقد تكون بشرى أو مجرد انعكاس لمشاعرك. الأهم هو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. إذا كانت الرؤيا مقلقة، والتوكل على الله والاهتمام بصحتك وصحة جنينك، حافظي على الطاقة الإيجابية حولك، واستمتعي برحلة الحمل المباركة. في قناة رسائل المنام نؤمن بأن كل حلم هو رسالة، ومعاً سنفهم هذه الرسائل. شاركينا تجاربك في التعليقات، ولا تنسي مشاركة الفيديو مع كل من قد يستفيد منه.